السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش جايه النهارده اقول لكم على الجرس اللي احنا عملناها ولا كده، انا جايه النهارده اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده وسلام، وربنا يعودها علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين بالخير واليمن والبركات، وربنا يجعلها سنه سعيده علينا وعليكم، امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين طبعا الجرس اللي انا عملتها دي جرس كانت تحفه وطريه وزي زي السفنج زي ما انتم شايفين كده، وكانت ريحتها عسل، وعملنا شوية ضفاير للعيال يفرحوا بيهم وشوية كحك، وشوية عملناهم جرس عادية. طبعا اللي عايز يعرف طريقة العجين انا منزله كذا فيديو للجرس، هتلقي نفس طريقة العجين هي بعينها، بس تخليها شديدة شوية علشان تبقى خالعة منك من الصينية زي ما انت شايفة كده، وانت بتخلعيها من الصينية تبقى خالعة مفيش حاجة بتلزق معاكي. وفي نفس الوقت لو عندك سمنة بلدي حطي سمنة بلدي وحبة زيت وجرصي بيهم. وزي ما انتوا شايفين كده شكل الجرس كانت تحفة ولونها جميل، والسوا بتاعها جميل من تحت ومن فوق. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عملنا الجرس ده عشان العيد طبعا وعشان العيال تفرح بيها. عملت شوية اشكال كده، شوية كحك على شوية اللهم صل على النبي، شوية كحك وشوية جرس. وزي ما انتوا شايفين كده كان شكلهم وريحتهم تحفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس انا جايه النهارده مش جايه اقول لكم على طريقه الجرس ولا طريقه انا جايه اعيد عليكم قبل ما اعيد على اهلي واسرتي. طبعا النهارده الوقفه جايه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، والنهارده الوقفه يوم عظيم. ربنا يعيدها علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين بالخير واليمن والبركات، وربنا يكرمكم ويرزقكم ويرزقنا، اللهم امين يا رب العالمين. ويديكم كل اللي ما تتمنوه، اللهم امين يا رب العالمين. كل اللي في نفسه حاجة واللي بيتمنى حاجة ربنا يرزقه بيها، واللي نفسه في الجرس دي او عايز يعمل زيها يدخل على طريقة عمل الجرس الفلاح اللي انا منزلاها، وهيلقى طريقة العجين من الاول وهتلقوها بسم الله ما شاء الله عليها. انا الطريقة بتاعتي دي مش مغيرها، انا بحط في العجينة بحط لها لبن والخميرة وبيكنج باودر، وبضيف لها لو عندي سمنة بلدي او حبة زيت بحطها في العجينة. والعجينة بتكون العجينة شديدة شوية زي عجينة الشمسي او زي عجينة الجرس يعني اللي انا عاملاها في فيديوهات تاني. وكمان لما تبقى العجينة شديدة هتبقى بعد ما تطلعها من الفرن كده تبقى معاكي طرية زي الاسفنج كده، وتبقى في نفس الوقت خالعة من الصينية. لو العجينة طرية مش هتعرفي تشكليها ولا تتحكمي فيها. طبعا لو حابة تعملها شوية كحك او شوية جرس او شوية ضفاير للعيال يعني يفرحوا بيهم، هتلقاها يعني هتبقى ايه التشكيل بتاعها سهل معاكي جدا. ولو عايزه تعرفي الطريقه بتاعه التشكيل اللي انا عاملاها دي ان شاء الله باذن الله طريقه تحفه كده وشكلها جميل، وكانوا العيال فرحانين بها قوي. وكانوا بيجيبوا العسل الابيض اللي هو عسل النحل ويفتحوا الجرص زي يفتحوا الجرصة ويروحوا حاشينها من جوا عسل النحل وياكلوها. بألف هنا وشفا على قلوبكم جميعا وعلى اولادي، وربنا يا رب يهنيكم ويسعدكم ويعيد علينا وعليكم الايام بخير. زي ما انتم شايفين كده والله كانوا شويه جرس زي العسل. انا حماتي جات لي نفسنا في الجرس من ايدك يا ام عمر، قوم عملنا شويه جرس. قمت عجنتهم كده بس ما لقيتش حد يصورني انا من الاول، صورت بس بعد ما سويتهم. زي ما انتم شايفين كده شويه جرس كانوا بسم الله ما شاء الله عليهم تحفه. دي كحكه ملفوفه كنت بألفها رول طويل كده والفها، ودي شويه ودي ضفيره وكنت عاملة بنفس الضفيرة بعينها ولفاها كحكة. كانت بسم الله ما شاء الله عليهم لما كانوا بالسمنة البلدي كانوا تحفة. خلتهم لما اختمروا كويس ورحت مجرصاهم، وبعد كده سبتهم بعد ما جرستهم اختمروا تاني وسويتهم في الفرن على نار هادية، بس كنت معليه القعر شوية وتوطي الجنوب، وهتاخدوا جرس طرية وتحفة بسم الله ما شاء الله عليها. واول ما تطلع من الفرن جيبي سمنة بلدي او اي نوع سمنة او زيت ذرة وادهن الوش بتاعهم، هيديها لمعة جميلة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هيديها طراوة، هي تطلع كمان طرية تاني زيادة عن كده ويبقى تحفة. وانا عاملاها على الفرن الغاز العادي يعني لا فرن كهربائي ولا فرن كده، وكمان بنعمل على الفرن الطينة اللي متوفر عندنا بنعمله. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وحابة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم بخير، وربنا يرزقكم ويعطيكم ما تتمنوا. والنهاردة يوم الوقفة يوم عظيم وكريم أعاده الله علينا وعليكم بألف خير.